مساء الخير على جمهورنا، مساء الخير على لجنة التحكيم بتاعتنا الجميلة، مساء الخير على القائمين والمنظمين على مسابقة إبداع. أعطني مسرحا أعطيك شعبا صاحب حضارة. وتتوالى فصول الحكاية في الطوق والإسورة لما يترفع الستار. يحيى طاهر عبد الله، رواية الطوق والإسورة من أعظم الروايات اللي قدمها هذا الكاتب الرائع، والنهارده بيقدمها لنا على مسرح إبداع المخرج خالد أبو بكر لشباب المعاهد الفنية العليا. معهد المدينة العليا. هسيبكم على الطوق والإسورة، تابعونا دايما. أرجو رضاك فليس لي إلاك، إن كان حظي في الحياة قليلك، إن كان حظي في الحياة قليلها فالصبر يا مولاي فيه رضاك. ما حيلتي والعجز غاية قوتي، ما حيلتي والعجز غاية قوتي، فإذا قضيت فمن يرد قضاك. وجهت وجهي نحو بيتك داعيا، وجهت وجهي نحو بيتك داعيا، يا من تجيب العبد إذ ناداك. بك أستجير، بك أستجير، بك أستجير ومن يجير سواك، فوقا ضعيفا يحتمي. الشمس يا حزينة خديني للشمس، البرد عيشق عدامي، عينشفني يا ولي، عاملة روحك مش سمعاني يا حزينة، اتكلم مع روحي يا ولي. ريح شجرة النهارده، قشر التوم على الدار، ربنا يستر. عتخاطري في تقولي ايه بس يا حزينة، تنك تخاطري في لحد ما تغيب الشمس. وديني ليه وديني ليه هعمل معروف. اصبر يا راجل، اصبر لحد ما تاجي فهيم، ما قدراش اشيلك لحال. حملك صار تقيل قوي يا ابو مصطفى. تقيل؟ دلوقتي بقى تقيل، بخيت البشاري بقى حمله تقيل على مرته، ما عادش راجل البيت. سيرة رجال جبل الكرنك يا ابو مصطفى. مصطفى فين عاد مصطفى؟ لو كان في الدار
كان شالني في اليوم 20 نوبة يا حزيني، وكان سقاني معسل كمان. بدك تروح للشمس ولا بدك نفسين معسل؟ بدي أأمرك يا ولي، قيدي النار في الحطب يا حزيني. بدي يا فهيمي غيري مية الجوزة يا بنت. يا حزيني بعد ما تقيدي النار في الحطب يا حزيني اعملي لنا كوبايتين شاي تقال يعدلوا الدماغ، وعنفخ الدخان في وشك يا حزيني، وعكركر ولا العمدة ولا السلطان بزمانه. بدي يا فهيمة واد يا مصطفى. فهيمة شيعتها للجزرية، عتشوف لي في الرمل مصطفى بأنه بلد، عتكلم الحجر وتسمع مني، عتطمني على ولدي يا ابو مصطفى، عغزله تاجية سوق وشعل خيطه حريق وشيع له مطرح ما يكون. خش يا خالة خش، امي هتستناك، العواف عليك. طمنيني على ولدي. مصطفى غريب في بلاد غريبة، قدميه على الارض وراسه طايرة الشمس. مدد يا شيخ موسي مدد. مصطفى هياجي يا حزيني، خديني للشيخ أحب على يده، خديني يا حزيني أني. يا مرك يا حزيني، يا مر ايامك وسنينك. عوقت فهيم عوقت، رب ما يسوقك يا شيخ فاضل. أروح للشيخ أقعد مع أحبابه أسمع وأسمعهم، أقول لهم حكايات الشيخ. هاتلي روحك يا ابو مصطفى، ما تتكلمش كتير. همليني يا حزيني، أنا شديد يا ولي. عروح أشم البخور وأسكر وأشرب المعسل وعاكل اللحم، عتشد عظامي، عتبقى متينة يا حزيني، وعرجع لك زي زمان. فاكرة زمان يا حزيني؟ فاكراني عجزت يا ولي؟ يا ساتر، السلام عليكم. ايه يا عم بشاري، اسلبتوا لك يا راجل سليمة ان شاء الله، هو الشافي وباذنه تصح الابدان. جدته قاعدة نار يا عم الشيخ، هي الحمى يا شيخ فاضل. عيخرف يا فهيمة ما دريانش بروح. لا مش الحمى. مصطفى يا ولد الشمس واعرة قوي عليك يا ولدي. انزل من فوق، نار جهنم هتحرقك يا مصطفى. ارجع يا ولدي سالم غانم. كفاية عاد يا بشاري، بزيادات يا راجل. سيبيه يا حزينة، سيبيه يا ام مصطفى، سيبيه يقول كلمتينه، جوزك ما هواش محمول. أنا خلاص يا مصطفى، خلاص يا ولدي مسافر. ارجع يا ولدي لأمك، ارجع لحزيني، ما تهمرش الدار من غير راجل يا ولدي. ارجع يا مصطفى، ارجع يا لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله، انا لله وانا اليه راجعون. يا مريمك اللي جاي من بعد ما كنت بحسه حي، ليش شلتوا
ربنا يحفظ فهيمه ويرد غيبه مصطفى. ادعي له يا شيخ فاضل، ادعي له ردوا سالم غانم يا مولانا. بستة وعليها باربع جبر. بيع بالحلال يا ابن الصادق يوسع ربنا في رزقك. الحرب ولعت الدنيا يا مولانا. عفوك ورحمتك ورضاك يا رب العالمين. بكي ليه يا بنت؟ اللي حصل في المعبد ما كانش بخاطري يا مولانا. ادعي لي، ادعي لي ربنا يسامحني. ربنا يسامح الجميع. فهمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلعتني وخلعت البت يا حداد. سلامتها وسلام. عايز ايه يا حداد؟ اكلمك. كلامنا خلص. حبل الحديد قطعته عاد. اسمع يا فهيماني. حداد يا حداد، استاذن انت قبل ما تتحدث معاي. الظاهر ان الطيب ما ينفعش معاه تواصل. ايه؟ فاكراني جاي اتحدد معاك؟ واقع فيك عهد. امال جاي ورايا ليه يا حداد؟ خد الريال دي لبنت حريه. نبويه يا حداد، نبويه. نبويه اسمها هسميها حريه. مستوره يا حداد، عايزينش حاجه منيك وصل. دي بنتك وما عزمش حد يصرف عليها ان شاء الله بخالها. خال والد يا حداد هو اللي باقي لي، ربنا يرجعه بالسلام. ما تركبش دماغك. الريال اهودي تاخديه تحرجيه تصدقي منه على الفقراء ولا اليتامى. اهو طلع من ذمة تعال. بالاذن بالاذن يا ام حريه. شوف وعملت اهو، وارمي الحبه للطير ورا. العب معاه. انا كنت بلعب وربنا كنت بلعب، ما فهمهاش. مي، شويه ميه ود عمتي. مي. مين يا بنت خالي؟ ما عرفش ما عقلش. مين انت راس العارف؟ ما عرفش. لا انت عايز تتجوزني. وعشيقتك عسيت امي وعشيقتك. سكنت السجا المهجورة عشان عشيقتك. بقيت كده اللي عشقت ليكي. اخطف غصب عن امي وخالك وجدتك. وعشان مع عشيقتي يبقى لازم اكسر عاري. كلكم تعرفوا مصطفى مليح من صغري وانا معافر. عفرت مع النخل وطلعت مع الموج وركبت. سافرت السودان والشام والبلاد كلها وقفت في وش الموت. فهيبه شريفه يا بلد ونبوي اشرف من الشرف، واللي عنده كلمه يلمها. كلنا معيوبين، كلنا معيوبين، كلنا معيوبين يا بلد، كلنا معيوبين يا بلد، كلنا معيوبين، كلنا معيوبين يا بلد، كلنا معيوبين، كلنا معيوبين. حيلتي والعجز غاية قوتي، فحيلتي والعجز غاية قوتي. طبعا كلنا شفنا العرض، مش محتاجين احنا نتكلم او رأينا مش هيهم دلوقتي قوي فيه، ده غير لجنة التحكيم هي اللي هتقول لنا هل نقدر نقارنهم بأبطال الرواية الأبطال الحقيقيين اللي مثلوا الرواية في العمل السينمائي الطوق والأسورة. هل رائعة الكاتب الكبير يحيى الطاهر عبد الله
قدروا فعلا يجسدوا الشخصيات بشكل حقيقي ولا إيه تقييمكم ايه؟ احنا النهارده شفنا النهارده عرض، يعني احنا مش هنقدر نقيم العرض طبعا، ولا هنقول راينا او هنأثر على لجنه التحكيم، يعني مش عايزين نأثر عليكم. استاذه وفاء. لا مش هتأثري علينا. طب قول. لا كده اتأثرت على فكرة. كده اتأثرت. طبعا مبروك، حالة من المتعة. ده مسرح يا شباب. ايوه. لا هو المقارنة غير واردة، لأن ده نوع من الفنون وده أبو الفنون، فالمقارنة غير واردة. أنا بشكر الأستاذ خالد أبو بكر لأنه هو اختصر حاجات كتيرة جدا وقدمها لنا بشكل غير جارح. عمل مسرح، التلميح. كمان المهم قوي ان الموتيفا اللي استخدمها او الوحده اللي استخدمها في الديكور ما خليناش ملينا منها. وطبعا انت عارفه انا متحيزه على طول للبنات طبعا. خليني اروح للدكتور ايمن. دكتور ايمن، يمكن خلينا نشوف السينوغرافيا، المرونه اللي كان موجوده على المسرح. انا هتكلم على حاجه في الرمزيه قبل اي حاجه تانية. السينما اكثر واقعيه، السينما تنقل الصوره وتقترب. المسرح اكثر شاعريه واكثر فلسفه. اللي عمله المخرج انه قدم عرضا بشاعريه وصلتنا لحاله من التفاعل والتناغم مع عرض مسرحي بامكانيات بسيطه. هو ده المسرح الفقير اللي احنا بنقول عليه، هو ده السينوغرافيا بجماليات السينوغرافيا اللي حققها لنا. حيوا معايا فريق العرض بتاع طوق الاسوره. انا بحييهم. المدينه العليا. لان فعلا هذا العدد اللي موجود بهذا الانضباط وهذه الشاعريه تحسب للمخرج، سواء على مستوى السينوغرافيا او على مستوى الاخراج. شكرا ليكم. شكرا. دكتور سيد خطاب. صدقوني يا شباب، انتوا كنتوا شيء بديع جدا وشيء رائع جدا انكم انتوا تتفاعلوا مع الروايه، تقعدوا تشتغلوا عليها، تشتغلوا على الاعداد، تشتغلوا كمان عن السينوغرافيا. دي ورشه عمل متكامله. الحقيقه انتوا خضتوا تجربه. خالد انا بعتبره الحقيقه لما بيعمل عرض مسرحي انه بالفعل بيعمل كورس في صناعه المسرح. أنا بقول لكم أنتوا أسعدتونا وأمتعتونا وخليت أهل المدينة يتكلموا صعيدي. ربنا يبارك لك يا خالد ونورتوا الدنيا.